تحول من حارس المصطفى يخلص الكرة. شوف مرمى الكرة، شوف القدم اليمنى ومصطفى الحارس الدولي محمد مصطفى يمنع هدف ثاني للتشريف. الكرة منقولة إذا في مدافع لمبدأ التعويض ربما يكون موجود ولكن صعبة ولا صعبة جدا على السوري. الهدف الأول يتقدم الآن هو المرور الرائع من مشعل التكة لهذه الكرة، ولكن الكرة متكة من اللاعب عامر فياض الحسن في التمرير لصالح المنتخب السوري. هي تصل بنفس الوصول للمباراة النهائية. سر المنتخب السوري مرور بشكل ممتاز. أحمد ياسين عملية الضغط على حمل الكرة من قبل خالد علي على طول للأمام. $1,000,000 سعودي. نعم، قيمة تجديدها تحدث الكباتن في الاستديو برفقة الزميل سعود غانم في المنافسات بطولة دوري نجوم إلى الأمام. خلصت الكرة، كانت مغادرة من الكوارتر فاينل. المنتخب الأردني واختيارها ايضا للمنتخب السوري. لذلك المنتخب السوري الى ياسين احمد ياسين في لقاء تشرين والطليعة ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري السوري. الدالي في وسط الملعب مضغوط عليه، ممكن يخسر كرته لكن يقاتل عليها، يحصل عليها بعد ذلك، يحاول يمرر حامل الكرة ويحاول ايضا الهدوء. تارة اخرى الكرة عرضية، مرة اخرى يحاول الغدير ومنه الى احمد الدالي، محاولة تلعب كرة باتجاه الامام الى الدالي. يموه الدالي بشكل مميز، يلعب باتجاه احمد ميلي، لم يستفد من فريق تشرين بشكل مناسب. على كل الاحوال تلعب كرة باتجاه الدالي، عملية بطل دوري في المواسم الماضية ومن فريق الطليعة بشكل خاطئ. مرة أخرى لعب يحسون. يا سلام عليك يا دالي، يا سلام عليك يا دالي في الاستخلاص بشكل بين اللاعبين. تعود لمصلحة فريق الطليعة. تدخل أكثر من رائع من أحمد الدالي وتمريرة. كرة في وسط الملعب حصلها خطاب لكن خسرها في وسط الملعب. عادت نفسه مرر إلى دالي في محاولة يلعب كرة باتجاه نصوح ولكن عادت إلى نصوح إلى دالي وتمريرة باتجاه مالطا. لا يوجد تسلل وفرصة هدف أول. مالطا خطير والتمريرة والتسديدة جول. محاولة طلفات يحاول، خسر كرته. عادت مرة أخرى عند نور علوش، استلام ومحاولة وتمريرة تجاه حفيان ينطلق بالأمام أحمد الدالي. تدخل مميز كان من الدالي تماما. تعود في هجمة مرتدة أحمد الدالي وتمريرة باتجاه زيد غرير. عودة إلى دالي مرة أخرى، نصوح نقدري واستلام وتمريرة إلى الجهة اليمنى. محمد مالطا يحاول الهروب، عادت إلى حمزة الكردي انطلاقة وبعد ذلك تدخل أكثر من رائع من دالي، استخلاص للكرة بدون ارتكاب خطأ وتمريرة إلى عبد الرزاق محمد خلف المدافعين ولكن رحاوي في المكان المناسب. دالي مر بشكل مميز، استعوض على كرته، مرر الكرة باتجاه الأمام، حاول الانطلاق نصوح نقدلي ولكن يقطع مسافة طويلة. ما زال الكرة بحوزته، حاول المرور لكن تعود إلى أحمد الدالي. دالي يحاول سيطر على كرته، لعب كرة على الجهة اليمنى باتجاه أحمد بريش. كرة محولة لمحمد أسعد. دخل منطقة وحده من أمام أربع مدافعين من فريق تشرين. مقطوع الكرة بشكل جميل من أحمد الدالي. عم نشوف مبالغة بعودة المهاجم الثاني للفريق محمد الواكد اللي مساند زملائه. عم يكون محمد مؤمن ناجي يمر لكن يخسر الكرة، يعني لكن مقطوع من الدفاع. بيرجع لها الدالي والتسديد من بعيد الدالي ولكن فوق أحمد الدالي والكرة الطويلة وصلت لنديم صباغ. ينجح بالمرور على الجنة يحاول لكن أحمد الدالي يا سلام يا أحمد يقطع الكرة بكل يقطع الكرة. ترجع أحمد الدالي هادئة قبل قليل على عكس بداية اللقاء. خطأ لمصلحة فريق أحمد الدالي. يلعب الكرة، ينجح بالمرور، تعود الكرة عند أحمد الدالي إلى محمد مالطا. لا وجود لأي راية في مواجهة نادي تشرين وانهم قادرين على تخطي عقبة هذا الفريق السوري الطموح. الكرة اليوم يلعب هذا اللقاء لكن ايضا في بطولة الدوري عارض العيد. نقلة بالكاب، تمريرة
جيد يحاول الضغط عليه احمد دالي، يستخلص هذه الكره دون ارتكاب خطا نصوح للتدليس من البدايه، رغم انه فريق خطيم من اوائل الفرق التي بدات بالتحضير كونه كان قد خرج مبكرا من كاس الجمهوريه في الموسم الماضي. هذه الكره والتمريره كانت مميزه جدا من احمد الدالي، ولكن والابعاد الى ركله ركنيه، وبالتالي يبقى التفوق خطيني حتى الان.